أثار تصريح جديد للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن وضع اقتصاد البلاد خلال حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاسية جديدة الكثير من الجدل والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناولتها قنوات عالمية بسخرية. قال خلال لقائه الانتخابي بمدينة وهران: اقتصاد الجزائر أصبح الاقتصاد الثالث في العالم دون أن يقدم معطيات اقتصادية وبيانات دقيقة. تصريحات تبون تحول إلى مادة إعلامية تناولتها عديد من القنوات الإعلامية بسخرية، فيما قال آخرون أن عبد المجيد تبون ربما كان يقصد أن بلدها ثالث اقتصاد في القارة السمراء. وسبق لتبون أن أثار الجدل في وقت سابق بخصوص قدرة بلاده على تحلية مياه البحر والتي تجاوزت المنطق والعقل، حيث لم يكتفي فقط بترديدها خلال خرجة إعلامية ببلاده، وإنما رددها بمنبر الأمم المتحدة.